السلام عليكم، مرحبا بكم مع وصفات ملكة الطبخ. اليوم نحضروا مع بعض وصفة تقليدية اللي معروفة عندنا في بليدة ولازم تكون حاضرة في سهرة رمضان، واللي هي المحلبي. يجي بزاف بنين ويجي طري وسهل في التحضير تاعو، وراح نديرو بالروز بالوصفة اللي كنت قدمتها معكم من قبل. فضلوا معي تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. عندي ريتلة تاع الحليب، عندي الحليب شوية جامد ما عنده حجر خاطش راح يذوب فوق النار. عندي كاس تاع الرز، نعبر بالكاس تاع القهوة. كاس سكر، انا السكر نقصت شويه، ما نحبوش حلو بزاف لاخاطش يجي يقهم بالحلاوه لو كان نعمرو، واللي يحب السكر يعمرو كيما حبيتو، انا نقصت له شويه كما كنت تشوفوا. كاس مازهر، من الاحسن المزهر يكون نوعيه جيده باش يجي معطر ويجي بنين. نحرك مليح تيذوب السكر ونحطه فوق النار. من الاول ندير نار تكون شويه قاويه، غير يغلي نقص الفرن، خاش كون تكون نار قويه راح يفيض لنا. نقعد نحرك فيه، ما لازمش نبعد من قدامه خاش كون نخليه يلصق وينحرق. نقعد نحرك فيه حتى يشد روحه، ما لازمش نخليو الحليب ينشف بزاف لاخاطش المحلبي ما يجيناش بين ويجينا ناشف، لازم يقعد طريري. راه بدا يثقل، نزيدلو شويه. اذا حبيتو تتاكدوا تقدروا تنحوا بالمغرفه شويه وتشوفوه. راه بدا يشد روحو، نزيدلو غير شويه ونطفي عليه. محل بيضه بنحي ونكون موجده تباسه من قبل. تباسه ديروا اللي حبيتو، تحبوا تاع المعجون الصغار، تحبوا اللي حبيتوها ديروها. نبدا نزين فيه، راح ندير انا تزيين بالقرفه كما ديروا يما تاع زمان. كاين ناس بزاف اللي يديروا الجوز، كاين اللي يديروا الزبيب، بصح الاحسن هو يجي بنين بالقرفه. راح ندير هنا نخله، واللي بقى نكملو مقروطات. بعد ما نزينو راح نخليه يبرد، ما لازمش نديرو في الفريجيدير هو سخون بزاف، خاطش راهو هنايا سخون بزاف راهو يغلي. بعد ما يبرد شويه كما قلت لكم ديروا في فريجيدير. المحلبي لازم يتكل بارد، ما لازمش يتكل سخون خاطش ما يجيش بنين. بعد ما برد كما راكم تشوفوا قدمته. هذه هي وصفتنا كما راكم تشوفوا، محلبي اللي يجي بزاف بنين وحاجه اللي تشبع وصحيه سورتو في السحور كي تاكلوه مش راح تجوعوا في النهار، وحاجه صحيه كما قلت لكم. هذه هي وصفتنا نهار اليوم، ونتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله.